فيلمنا بيبدأ وبنرجع سوا لزمن بعيد وبنروح لقرية وبنشوف أهلها اللي عايشين في الظلام، وده بسبب الشياطين اللي كانت بتطلع من تحت الأرض وبيسرقوا الأرواح وبينقلوا قوتها لملكهم الشرير اللي اسمه كيما علشان يتغذى على الأرواح دي. وأهل القرية بدأوا يفقدوا الأمل واستسلموا تماما لمصيرهم المجهول. لكن في اللحظة دي ظهر 3 محاربات وبدأوا يدافعوا عن أهل القرية وقدروا يطردوا الشياطين بقوة أصواتهم وأغانيهم عن الشجاعة والأمل. ولكن هل كده تخلصوا من الشياطين للأبد؟ ده اللي هنعرفه. وبعد فترة بيقدروا المحاربات إنهم يصنعوا درع اسمه الهونومون علشان يحمي العالم من الشياطين، وبنعرف إن الدرع ده قوي جدا وإن مفيش حد يقدر يخترقه. ومع كل جيل بيتم اختيار 3 محاربات جدد، وده علشان يحموا البشر من الشياطين وكمان ينفذوا أعظم مهمة وهي صنع الهونومون الذهبي، وده علشان يمنعوا الشياطين يدخلوا لعالم البشر للأبد. وبنرجع لوقتنا الحاضر وبنشوف سيدة اسمها سيلين وهي بتحكي قصة ل3 بنات وبتعلن ليهم إن الاختيار وقع عليهم يكونوا المحاربات الجدد، وبتقول لهم إن بصوتهم وأغانيهم يقدروا ينقذوا البشر، وبتسمي الفرقة بتاعتهم هانتريكس. وبعد فترة طويلة من التدريب والاستعداد بتتنقل الكاميرا بينا المشهد لجمهور ضخم بيملى المكان، وبيكون فريق هانتريكس عندهم جولة عالمية والجمهور متحمس جدا يشوفهم على المسرح. وأول واحدة فيهم اسمها ميرا اللي بتكون مصممة الرقصات المميزة في كل الحفلات، أما التانية فهي زوي مغنية الراب وكمان مؤلفة الأغاني الفرقة. وآخر واحدة اسمها رومي وبتكون المغنية الرسمية وكمان والدتها كانت مغنية مشهورة جدا، ولكنها للأسف ماتت في سن صغير وسابتها لوحدها، وعلشان كده سيلين أخدتها وربتها وكونت ليها فرقة هانتريكس ليها مخصوص. وبنرجع تاني للحفلة ولحظتها بنشوف مدير أعمالهم اللي اسمه بوبي اللي بيفضل يأكد على كل حاجة وبيسأل المنظمين إذا كان في أي حاجة ناقصة، واللي بمجرد ما بيبص على الخريطة بيلاقي إن طيارة الفرقة غيرت مسارها، فبيتصدم أكتر وبيتصل برومي وأصحابها وبيسألهم عن سبب تأخيرهم وبيقول لهم إن في جمهور ضخم مستنيهم. لكنه لاحظ حاجة غريبة، حسب الخريطة موقع الطيارة اتغير والمسار دلوقتي بيبعدهم عن مكان الحفلة. ساعتها رومي وأصحابها اتصدموا وجريوا بسرعة ناحية الشباك، ولما بصوا فعلا اكتشفوا إن الطيارة بتبعد أكتر وأكتر عن وجهتها، وبيبدأوا يشكوا في طعم الطيارة وخصوصا مع التصرفات الغريبة اللي لاحظوها منهم. ورومي بترجع تكلم بوبي وبتوعده إنهم هيوصلوا الحفلة في خلال دقايق، ومجرد ما بتقفل المكالمة بتلاحظ إن تصرفات طعم الطيارة بقت أغرب من الأول. وأول ما عين رومي بتقع على النقوش الغريبة على دراع المضيفة بتفهم إنها من الشياطين، وفجأة الطقم كله ملامحهم بتتغير قدامهم وبيتحولوا لشياطين. وساعتها رومي واصحابها بيستعدوا وبيبدأوا يهاجموهم وهم بيغنوا، ويقدروا انهم يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبسبب المعركة دي الطيارة بتتدمر بالكامل وتبقى على وشك السقوط. وفي اللحظة الأخيرة رومي واصحابها بينطوا بسرعة وبينزلوا في مكان الحفلة، والجمهور بيشوفهم فجأة على المسرح وبيستقبلهم بحماس كبير وهم بيبدأوا يغنوا قدامهم كأن اللي حصل كان جزء من العرض. وطبعا محدش عارف انهم محاربين مش بس مجرد فرقة بتغني، حتى مدير أعمالهم بوبي ما يعرفش حاجة. وفي عالم غريب بنشوف الشيطانة اللي كانت مع طقم طيارة واللي بتكون ماشية وسط مجموعة كبيرة من الشياطين وبيبان انها خايفة من اللي هيحصل معاها. وبيكون كيما عبارة عن نار مخيفة واللي بيبدأ يتكلم معاها وهو متضايق جدا لأن المحاربات هربوا منها، فبتعتذر له وبتقول له ان المحاربات دول طلعوا أقوياء جدا وعلشان كده ما قدرناش عليهم. فبيتعصب كيما وبيقتلها قدام كل الموجودين وبيفضل يتريق على كل الشياطين وبيعرفوا من المحاربات دول لو قدروا يصنعوا درع الهونيمون ذهبي هم هينتهوا للأبد. وفجأة في شخص غريب بيظهر من بعيد وبيكون مداري وشه، لكن بنعرف ان الشخص ده عبارة عن شيطان واسمه جينو، واللي بيبدأ يغني وهو بيحكي قصة الشياطين. وبيروح يقرب من كيما وبيشرح له ان عنده خطة يهاجم بيها المحاربات من غير ما ياخدوا بالهم، وده من خلال السيطرة على الجمهور اللي بيساعدهم على صنع الهونيمون الذهبي. وفجأة جينو واصحابه بيتحولوا لشباب شكلهم جميل جدا واي بنت ممكن تقع في حبهم من نظرة. وساعتها كيما بيفهم خطة جينو وبيقتنع بيها وبيسأله ايه المقابل اللي هتاخده، فجينو بيقوله ان المقابل هو انه يمحله ذكرياته كلها. يا ترى ايه اللي يخلي جينو عايز يمسح ذكرياته؟ ده اللي هنعرفه من الاحداث. والكاميرا بتاخدنا الرومي واصحابها بعد ما
خلصوا الحفلة وبنشوفهم وهم متحمسين جدا لانهم هياخدوا اجازة اسبوعين يعملوا فيها اللي هم عايزينه. فرومي واصحابها بيرجعوا للبيت، وفي الوقت ده رومي بتسيب اصحابها وبتدخل لمكان تغيير الملابس وبتنشر جزء من اغنيتهم الجديدة على كل المنصات من غير ما تقول لحد. بعدها بتختار اللبس الخاص بالاغنية الجديدة وبترجع للفريق، واللي بمجرد ما بيشوفوها وهي لابسة الزي ده بينصدموا وبيفهموا انها نشر اغنيتهم الجديدة من غير ما تقول ليهم. وبكده هم لازم يجهزوا بسرعة علشان يصوروا لعرض ترويجي للاغنية. وبوبي بيدخل عليهم وبيقول لهم ان اغنيتهم الجديدة حققت نجاح كبير. فبتفرح رومي هي واصحابها بالخبر ده وبيروحوا لعرض الترويجي وبيتكلموا عن اغنيتهم الجديدة. واثناء كده يعلنوا ان اول عرض مباشر للاغنية هيكون النهاردة بالليل. وبعد شوية بنشوف رومي بتكون قاعدة لوحدها وبيكون باين عليها انها حزينة، ولما بتشيل المعطف اللي هي لابساه بنلاقي على دراعها النقوش بتاعت الشياطين. وطول الوقت كانت لابسة حاجة تغطي دراعاتها علشان محدش يعرف سرها. فبسرعة بتلبس الزي بتاعها، لكن هل صحابها اكتشفوا انها واحدة من الشياطين دول؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. وبيبدأوا تصوير العرض المباشر للأغنية وبنشوف رومي واصحابها وهما بيغنوا وبيرقصوا، لكن فجأة رومي صوتها بيتغير ومتكونش قادرة تغني زي الأول. فبتطلب من بوبي انها تاخد استراحة صغيرة وبتروح لغرفة الملابس وبتحاول تهدي نفسها، وبتنصدم لما بتلاقي ان النقوش انتشرت في باقي جسمها كله. فبتخاف وبتخرج من غرفة تغيير الملابس وهي بتجري بسرعة علشان تهرب من المكان. وبتطلع تجري في الشارع وبتبدأ تسترجع ذكرياتها وهي صغيرة. وبنرجع وبنشوف انها كانت قاعدة مع سيلين اللي ربتها قدام مقبرة والدتها. وهي في الوقت ده رومي بتسأل سيلين اذا كانت المحاربات قادرين يقضوا على كل الشياطين. فبتشرح ليها سيلين انها واحدة من الصيادين لان والدتها كانت محاربة عظيمة، وان النقوش دي ظهرت على دراعها بسبب ان والدها كان شيطان. وبتأكد ليها انها طلعت زي مامتها محاربة قوية، وبتطلب منها تخبي النقوش دي طول الوقت. وبتوضح ليها انها بمجرد ما يتم صنع الهونيمون الذهبي كل الشياطين هتختفي للأبد، وكمان كل النقوش الموجودة على دراعك هتختفي تماما. تكبر رومي وبنشوف ميرا وزوي وهما بيتحايلوا عليها علشان تيجي معاهم الحمام العام، ولكن وقتها رومي بترفض وبتطلب منهم يروحوا لوحدهم. وساعتها بنفهم انها مش عاوزة تروح علشان محدش منهم يشوف النقوش الموجودة على دراعها. وسيلين كمان بتمنعها انها تعرف صحابها بالنقوش اللي على ايديها مهما حصل. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر وبنشوف رومي وهي بتطلع فوق سطح المبنى وبتفضل تغني بصوت عالي، ولكن فجأة صوتها بيتغير وما بتكونش قادرة تغني من تاني. وبتحزن جدا لانها بكده مش هتقدر تحارب الشياطين، وكمان لانهم كانوا خلاص قربوا ينتهوا من صنع الهونيمون الذهبي. وبتتعصب رومي وبتقول ليه بيحصل كده، وبتخبط الارض خبطة قوية فبتأثر على الهونيمون بالكامل. تنصدم جدا من اللي حصل. وبعد شوية رومي بترجع للبيت وبتقابل ميرا وزوي اللي بيحاولوا يواسوها وبيقولوا لها انهم كانوا قلقانين عليها جدا. فبتعتذر ليهم رومي لانها سابتهم ومشيت اثناء تصوير العرض. وساعتها ميرا وزوي بيهونوا عليها وبيقولوا لها ان بوبي هيحل المشكلة، ولكن فجأة بوبي بيتصل بزوي وبيقول لها انه مش قادر يعمل حاجة وان الجمهور بتاعهم متضايق جدا من اللي حصل. وساعتها ميرا بتقفل المكالمة بسرعة فبتعرفهم رومي ان صوتها فيه مشكلة ومش هتقدر تغني خلال الايام الجاية دي ولا لا. وفي الوقت ده زوي بتقول لهم ان مسابقة الجوائز اللي اسمها الايدل قربت، وبتقول لهم انهم لازم يشتروا في المسابقة دي لان الجائزة بتاعتهم هي السبب في تقوية الدرع الهونيمون وان ده مهم جدا بالنسبة ليهم. وزوي بتعرض عليها انهم يروحوا لدكتور عنده علاج لكل حاجة حرفيا. وفعلا هما التلاتة بينطلقوا علشان يروحوا للدكتور. واول ما الدكتور بيبدأ انه يكشف على رومي بيبص ليها بتركيز وبيقول لها انتي مخبية سر صح، لازم تقولي علشان اقدر اساعدك ويتحسن صوتك. فبتتوتر رومي قدامه وبتقوله انها مش مخبية حاجة. وساعتها الدكتور بيدي رومي العلاج وبيطلب منها تاخده بانتظام علشان تتحسن حالتها. ومجرد ما رومي واصحابها بيخرجوا من عنده وقتها بيشوفوا 4 شباب شكلهم جميل والوسامة بتنقط منهم. لحظتها ميرا وزوي بيبان عليهم انهم معجبين بيهم ومش قادرين يشيلوا عينيهم من عليهم. اما رومي فبتكون متضايقة ومستغربة من ردة فعل ميرا وزوي وبتطلب منهم يكملوا طريقهم علشان يمشوا من المكان. لكن فجأة بتشوف شاب بيظهر مختلف ووسيم جدا، ورومي بتتجمد في مكانها وبتنبهر من جماله. ومجرد ما بيعدي من
من جنبها بيخبط فيها بالصدفة، فبتقع على الأرض هي والصندوق اللي فيه العلاج، وساعتها بيمدلها إيده علشان يساعدها تقوم، ولكن بتتفاجئ لما بيسحب إيده وبيطلب منها تخلي بالها أكتر من كده. فبتنصدم رومي من تصرفاته، بتتضايق جدا. وبمجرد ما ال5 شباب بيمشوا من المكان، رومي واصحابها بيرجعوا يلموا العلاج من على الأرض، وفجأة هما ال3 بيسمعوا صوت غريب قريب منهم، وبيروحوا يشوفوا ايه مصدر الصوت ده، وبيتصدموا لما بيشوف ال5 شباب وهم بيغنوا، وان كل الموجودين في الشارع معجبين جدا بيهم. اثناء ما هم بيرقصوا، رومي واصحابها بيلاحظوا بوجود نقوش على دراعاتهم وانهم طلعوا شياطين. ولما ميرا بتيجي تقرب منهم علشان تهاجمهم، رومي بتمنعها وبتوضح ليها انهم ما ينفعش يعملوا كده في الشارع قدام الناس. ومجرد ما العرض بتاع ال5 شباب بينتهي، فبيقول لهم جينو انهم هيكونوا موجودين في عرض التلفزيون بالليل، وبيعرفهم ان الفرقة بتاعتهم اسمها ساجا بويز. اما رومي واصحابها فبيقرروا انهم يستعدوا علشان يقتلوهم وبيجهزوا نفسهم. وبالليل العرض التلفزيون بيبدأ، وبنشوف اعضاء فرقة ساجا بويز اللي بيفضلوا يلعبوا كتير وبيتحدوا بعض، وبيبان ان الجمهور مستمتعين جدا. وبنشوف رومي واصحابها اللي بيقرروا يهجموا عليهم بعد ما يخلصوا العرض، لكن جينو بيلاحظ وجودهم وبيستغل الموقف وبيحرجهم وبياخد الميكروفون وبيقول للجمهور ان عندهم ضيوف مميزين. وفجأة بيرحب بفرقة الهاندريكس وبيركز الأضواء عليهم، وساعتها رومي واصحابها بيتصدموا جدا وبيتحرجوا من الجمهور. وبتقول رومي انهم جم هنا علشان يهنوا فرقة ساجا بويز مش اكتر. واول ما البرنامج بيخلص، فرقة ساجا بويز بيهربوا بسرعة من المكان، وساعتها البنات بيجروا وراهم وبيفضلوا يطاردوهم لغاية ما بيدخلوا للحمام العام، وهناك بيقدروا يحاصروهم. ولكن فجأة بيظهر عدد كبير من الشياطين اللي بيخرجوا من تحت الأرض، وبيبدأوا يهاجموا رومي واصحابها بمنتهى العنف. وبتجري رومي ورا جينو وبتبدأ تهاجمه وبتضربه بالسيف بتاعها، لكن جينو بيضربها ضربة قوية، وبسبب كده الزي بتاعها بيتقطع. وبيلاحظ وجود النقوش اللي على دراعها، ورومي بتنصدم وبتكون مش عارفة تعمل ايه، وخصوصا ان جينو عارف حقيقتها وانها محاربة وفي نفس الوقت شيطانة. وجينو بيلاحظ انها فقدت قوتها. اثناء كده الجدار اللي جنب رومي بينهار، وساعتها رومي بتشوف ميرا وزوي وهما بيحاربوا الشياطين، واللي بمجرد ما بياخدوا بالهم من وجودها بيطلبوا مساعدتها. وخلاص هيشوفوا النقوش اللي على دراعها، جينو بيجري بسرعة وبيقرب من رومي وبيحضنها وبيربط قماشة على دراعها، وده علشان ميرا وزوي ما ياخدوش بالهم من النقوش. تصرفات جان بصحيح. وفي الوقت ده الشياطين بيحاصروا ميرا وزوي وبيكون على وشك انهم يقتلوهم، ورومي بتجري بسرعة وبتنقذ اصحابها على اخر لحظة، والشياطين بتختفي. وبنرجع تاني وبنشوف جينو وفرقته وسط جمهور كبير من الشياطين اللي بتحييهم. وبعدها كيما بيبدأ انه يتكلم مع جينو وبيقوله انه ما كانش متوقع ان خطتهم هتنجح بالشكل ده. فبيعرفوا جينو ان في واحدة من المحاربات عندها نقوش الشياطين، وان المحاربة دي بتحاول تخفي سر معين، وبيفهموا ان اول ما هيعرف السر ده هيستغله علشان يقضي على المحاربات للابد. وبنرجع تاني وبنشوف رومي واصحابها وهم مصدومين جدا، وده لان درع الهونيمون بدأ يضعف ولونه يتغير. وبتقول لهم رومي ان كيا عارف انهم كانوا خلاص هيخفوا للابد بدرع الهونيمون، وعلشان كده بعت فرقة الشباب دي علشان تعطلنا وتاخد الجمهور مننا. وفجأة بوبي بيدخل عليهم بيقول لهم ان في اخبار لازم تعرفوها. للاسف فرقة ساجا بويز اتشهرت جدا بعد ما ظهرتم معاهم في عرض التلفزيون، وكمان رقصتهم اتشهرت جدا والكل بقى يقلدها. والبنات بتتضايق جدا وبتتغاظ، ورومي بتقول لهم ان اهم حاجة يحافظوا على جمهورهم، وعلشان كده لازم يستعدوا كويس لمسابقة الايدل ونقدم عرض مميز نكسب المعجبين من تاني. وبتطلب من زوي تألف ليهم اغنية جديدة، وميرا صممي لنا رقصة تكون مبهرة. والتلاتة بيتحمسوا جدا للمسابقة. وبالليل رومي بتدخل اوضتها تاخد العلاج بتاعها، وقتها بتتفاجئ بطائر غريب واقف على سور البلكونة، ولما بتيجي تقرب منه بتلاحظ انه لابس قبعة وبتستغرب جدا من شكله. وفجأة بتلاقي نمر بيكون جينو اللي بعته، وساعتها النمر بيديها جواب كان مخبيه. ولما رومي بتفتح الجواب ده بتتفاجئ انه من جينو، وبيطلب منها يقابلها ضروري. وبتقرر تروح تقابله وبتجهز السيف بتاعها، وبتراقب النمر لحد ما بتوصل لمكان جينو. بتشوفه وهو
وهو واقف، فبتجري بسرعة وبتهاجمه بالسيف وبتقدر انها تقطع راسه، ولكن وقتها بتكتشف انه مش جينو وانه ملكان، وجينو الحقيقي بيظهر ورومي بتهاجمه بالسيف بتاعها، فبيحاول يهديها وبيقول لها انه بس عاوز يتكلم معاها بخصوص النقوش اللي موجودة على دراعها، وبيتريق على البنطلون اللي هي لابساه وبيقول لها ايه البنطلون المليان دباديب ده. فرومي بتتعصب جدا وبتضربه، فبيحاول يتفادى هجماتها وبيقول لها اكيد صحابك ما يعرفوش حاجة عن النقوش دي، وعلشان كده انا ساعدتك تخبيها، يعني تبقي نصك صيادة والنص التاني شطانة، وبيعرفها انه حاسس بيها وانها اكيد مخبية النقوش دي عشان حاسة بالعار زي كل الشياطين، وبيسألها اذا بتسمع صوت كيما، فبتقوله صوت ايه، فبيعرفها ان اول مرة سمع صوته من 400 سنة، وبيسترجع ذكرياته وبيقول الحكاية بدأت من حوالي 400 سنة، وانه كان عايش مع عيلته الفقيرة وحياتهم كانت بائسة جدا، وانه ما كانش بيملك اي حاجة غير عود قديم، وبدأت اغني واعزف على العود في الشارع علشان اقدر اجيب اكل لعيلتي، ولكن للاسف معرفتش اجمع فلوس علشان اجيب لهم الاكل، وفي الوقت ده سمعت صوت كيما وهو بيعرض عليا انه يساعدني، واول ما وافقت حياتي انا وعيلتي اتغيرت للاحسن لدرجة بقيت بغني في قصر الملك اللي كان معجب بصوتي جدا. قرر الملك اني اعيش انا وعيلتي في القصر للابد، وحياتنا اتغيرت وبقينا بناكل وبنشرب وبنلبس وكنا سعداء، لكن لاحظت نقوش بدأت تظهر على جسمي وانتشرت بسرعة كبيرة لحد ما ملت جسمي كله، وعلشان كده اتحكم عليا بالنفي لعالم الشياطين للأبد، وبسبب اللي حصل عيلته خسرت كل حاجة ووضعهم بقى أصعب بكتير من الأول، ومن لحظتها وذكرياتهم بتطاردني لأني خذلتهم وكمان اتخليت عنهم. وبنرجع تاني لجينو ورومي اللي بتكون متأثرة من حكايته، وبيقول لها علشان كده النقوش دي بتفكرني بعاري، وبيقرب من رومي وبيطلب منها تحكي ليه عن النقوش علشان تواجه حقيقتها كشيطانة، فبتتعصب رومي وبتطلع سيفها وبتهدده بيه، فبيقول لها جينو انها بتحاول تنكر حقيقته، وبيعرفها انها لو حبت تحكي في اي وقت هو هيكون موجود، وفجأة بيتلاشى وبيختفي من قدامها. وبعد شوية بترجع للبيت وبتقعد مع ميرا وزوي، وبيفضلوا هما التلاتة يتدربوا على الأغنية اللي هيغنوها في مسابقة الأيدل، وبيجي ميعاد المسابقة بتاعة المشاهدات وبتفوز فرقة ساجا بويز بالجايزة الأولى، والمرة اللي بعدها فرقة هاندريكس هي اللي بتكسب في المسابقة بأعلى المشاهدات، وبيفضلوا رومي وصحابها تحارب الشياطين اللي بتاخد أرواح المعجبين بتوعهم، ولكن للأسف فرقة ساجا بويز شعبيتها بتكتر. وفي يوم حفلة توقيع لأغنيتهم الجديدة بنشوف رومي وصحابها وهم بيوقعوا، وفجأة فرقة ساجا بويز بتوصل للمكان وبتقرر تنضم ليهم في حفلة التوقيع بتاعتهم علشان يضايقوهم، وبيروح جينو يقعد جنب رومي وبيبدأ يتكلم معاها، وفي الوقت ده واحدة من المعجبين بتقاطعهم وبتقول لهم انها كانت متأكدة انهم مرتبطين، فبتنصدم رومي هي وجينو لما بيسمعوا الكلام ده، وبتسيبهم المعجبة وبتمشي، ورومي بتقول لجينو انها مستحيل يكون ليها علاقة بواحد بيساعد كيما، فجينو بيحاول يفهمها انه بيساعد نفسه مش بيساعد كيما، وده لان كيما وعده انه يمحي ذكرياته، فبتقول له كل الكلام ده كده، فبيقول لها وانه مش كذاب وانه قال الحقيقة، لكن انتي مش قادرة تقولي حقيقة النقوش بتاعتك، فبتتضايق رومي وبتتعصب وبتضربه في رجله علشان يسكت. وبعد شوية الحفلة بتخلص ويروح بوبي وبيوري ميرا وزوي صور رومي وجينو منتشرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكون الصورة دي لرومي وهي بتضرب رجل جينو، وكل المعجبين مفكرين انهم ارتبطوا ببعض ومنزلين بوستات عليهم. وبالليل بنشوف رومي وهي في اوضتها بتتدرب على الاغنية الجديدة، والنمر بتاع جينو بيكون موجود معاها في الأوضة علشان يوصل ليها جواب من جينو، وبيطلب فيه إنها تقابله في أسرع وقت ممكن، ولكن لسوء الحظ بتيجي ميرا وبتخبط على الباب علشان تطمن على رومي، وساعتها رومي بتتخض جدا وبتحاول تخبي النمر، ولما ميرا بتدخل الأوضة بتستغرب لما بتشوف إن رومي غيرت في كلمات الأغنية بتاعتهم، وبتلاحظ إنها مسحت كل الكلمات اللي فيها كراهية للشياطين، وبتقول لها ميرا إن ملاحظة إنك اتغيرتي عن الأول، ولحسن الحظ ميرا ما بتشوفش النمر. وقتها رومي بتوضح لها إنها ما اتغيرتش ولا حاجة وإنها بتكره الشياطين أكتر من الأول، فبتهدى ميرا وبتعتذر لرومي علشان شكت فيها وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم بنشوف فرقة ساجا بويز وهما بيحتفلوا مع معجبينهم، وده لأنهم وصلوا ل50 مليون متابع. وبالليل جينو
وفرقته بدأوا يسرقوا أرواح المعجبين ويبعتوها لكيما علشان يتغذى بيهم، والأخبار بتعلن إن نسبة المفقودين وصلت ل3 أضعاف خلال 24 ساعة. وتاني يوم بتروح رومي تقابل جينو وبتعرفوا إن في طريقة تانية ممكن ياخد بيها حريته، وهي إنه يساعدها هي وفريقها علشان يفوزوا في مسابقة الأيدل، وده لأنهم لو فازوا في المسابقة دي الهونيمون الذهبي هيكتمل تماما، وبكده هنقضي على كيما وكل الشياطين للأبد، وكمان كل النقوش اللي على دراعها هتختفي ومش هتكون مضطرة تخبي أي أسرار. وفي الوقت ده بتيجي ست عجوزة وفجأة وبتقاطع كلامهم وبتقول لهم إنها بتبيع أساور للمرتبطين، فبينصدم جين وبيقول لها إنهم مش مرتبطين، وده لأنها مش من النوع المفضل ليه. فبتتضايق رومي وبتقوله إن كل الناس معجبين بيها أساسا. وساعتها الست العجوزة بتقرب من رومي تديها الأسورة مجاني وبتنصحها تدور على حد تاني مناسب علشان ترتبط بيه. بمجرد ما الست العجوزة بتمشي رومي بتقرب الأسورة من جينو وبتطلب منه يقرر ويعرفها إذا كان اختارها هي ولا كيما. ولما جينو ما بيرضاش ياخد الأسورة رومي بتسيبه وبتمشي، ولكن فجأة جينو بيقرب منها وبيمسك إيديها وبكده اختارها هي. ولأنهم بيكونوا محروجين جدا هما الاتنين فبتديله الأسورة وبتودعه وهي متوترة جدا وبتمشي بسرعة. وبعدها رومي بتروح تحضر التدريبات مع أصحابها قبل الحفلة بتاعتهم، وأثناء ما هما بيغنوا رومي بتوقفهم وبتقول لهم إن كلمات الأغنية مش عاجباها. فزوي وميرا بيستغربوا وبتقول لها زوي إن مفيش وقت علشان يغيروا كلمات الأغنية لأن مسابقة الأيدول ميعادها قرب. وأثناء ما هما بيتكلموا رومي وأصحابها بيحسوا بحاجة غريبة وبيتفاجئوا بعدد كبير من الشياطين هاجمين على المدينة، فبيجروا وراهم فوق مترو الأنفاق وبيحاربوهم. وأثناء ما هما بيعملوا كده ميرا بتفضل تتكلم مع رومي وبتقول لها إنها متغيرة بقالها فترة وإن في حاجة غلط وهي مش فاهماها، وخصوصا إنها عايزة تغير كلمات الأغنية اللي فيها كراهية للشياطين. وبتحزن جدا رومي من كلام ميرا وبتقول لها إنها ما اتغيرتش ولا حاجة، وبتقول لها انت اكيد عايزة تفهمي كده علشان بتغيري مني. في الوقت ده زوي بتتدخل وبتهديهم وبتطلب منهم يكملوا مهمتهم ويحاربوا الشياطين، وبيقدروا يقضوا عليهم وبيوصلوا المحطة. وهناك ميرا بتبدأ تتكلم مع رومي وبتقول لها انهم لازم يكملوا تدريباتهم ويغنوا الأغنية لأن مسابقة الأيدل هي آخر أمل بالنسبة ليهم لصنع الهونيمون، ومهما صعوبات واجهتهم مع بعض هيتغلبوا عليها حتى لو فهموا بعض غلط. وبمجرد ما ميرا بتمشي زوي بتقول لرومي انها كانت بتقف في صفها وبتدعمها، ولكن المرة دي مش فاهمة ايه اللي غيرها كده، وبتقول لها انهم مش هيقدروا يفوزوا في المسابقة دي من غيرها وبتسيبها وبتمشي. وبالليل بنشوف جينو وهو واقف لوحده وبتروح له رومي علشان تسأله اذا كان فكر في العرض اللي هي عرضته عليه، فبيقول لها جينو انه حاول يفكر فيه ولكنه للأسف مش هيقدر يساعدها. فبتقول لرومي انه فعلا ساعدها من غير ما ياخد باله، وبتعرفوا انه طول حياتها بتخفي سر النقوش عن كل اللي حواليها، وكان ضاغط عليها جدا لدرجة انها كانت هتفقد صوتها، ولكنها بعد ما قابلته واتكلمت معاه صوتها رجع تاني. وفي الوقت ده جينو بيتأثر بكلامها وبيقول لها ان هي كمان ساعدته، وساعتها هما الاتنين بيبدأوا يغنوا. وبعد ما بيخلصوا جينو بيوعد رومي انه هيخلي فرقتها تكسب في مسابقة الايدل، فبتفرح رومي بتقوله ان بكده هما الاتنين هيبقوا فايزين وبتسيبه وبتمشي. وهل يا ترى الخطة هتنجح وجينو هيوفي بوعده ولا لا؟ وبعدها جينو بيرجع لعالم الشياطين، وساعتها كيما بيتكلم مع جينو وبيقوله لو كنت فاكر نفسك اتحررت من سيطرتي تبقى غلطان، لانه مستحيل يحصل، وان المحاربة ممكن تحبك لانك انت ما قلتلهاش على قصتك الحقيقية وخبيت عنها. وبنفهم من كيما ان في الماضي بتاع جينو ساب عيلته وتخلى عنهم بعد ما عاش في قصر واهتم بنفسه وبس، وسابهم هم في حياة البؤس مش زي ما حكى رومي خالص. وكيما بيطلب منه ما ينساش اتفاقهم وإلا هيخلي ذكرياته لخيانة عيلته تفضل تطارده دايما. وتاني يوم بنشوف رومي واصحابها وهم قاعدين مع بعض، وبتعتذر رومي لميرا وبتعرفها انها كانت بتمر بأيام صعبة الفترة اللي فاتت، وبتقول لهم انها موافقة تغني الأغنية اللي هم عاوزينها. ولكن في الوقت ده ميرا وزوي بيعترفوا ليها ان الأغنية فعلا ما كانتش حلوة لانها ما قدرتش تجمعهم مع بعض، فبكده مش هتجمع جمهورهم. فبتفرح رومي بكلام اصحابها وبتتحمس وبتتفق معاهم على أغنية تانية علشان يغنوها في مسابقة الأيدل، وبتوعدهم
انهم بمجرد ما هيفوزوا هياخدوا اجازة طويلة وكمان هيروحوا مع بعض الحمام العام. وفي الوقت ده ميرا وزوي بيفرحوا وبيتحمسوا جدا انها اخيرا هتروح معاهم. وتاني يوم بتيجي اللحظة الحاسمة وهي مسابقة الايدل، وبيبدأ مقدم المسابقة بيرحب بالجمهور وبيقدم فرقة هانتريكس للجمهور اللي بيتحمسوا جدا. وبتبدأ رومي هي واصحابها يغنوا اغنيتهم الجديدة، وفي الوقت ده بيبان ان الجمهور منبهر بيهم وفرحان جدا، وحتى بوبي بيفضل يرقص معاهم وبيبان ان كل حاجة ماشية زي ما هما مخططين. واثناء ما رومي بتغني على المسرح وميرا وزوبي بيجهزوا يكملوا باقي الفقرات بيشوفوا شخصين هما بيخطفوا بوبي، فبيجروا هما الاتنين بسرعة وراهم علشان ينقذوه. واول ما بيوصلوا لبوبي بيتحول هو واللي خاطفينه المجموعة من الشياطين. وبنرجع تاني لرومي وبنشوفها هي بتغني على المسرح، وفجأة النور بيقطع وساعتها رومي والجمهور بيتصدموا وبيستغربوا من اللي بيحصل. والغريب ان الاغنية اللي رومي كانت هتغنيها في الاول وغيرتها بدأت تشتغل، وفجأة ميرا وزوي بيظهروا من وراها وبيبدأوا يغنوا بطريقة غريبة، ورومي بتكون مصدومة جدا ومش عارفة تعمل ايه، وبيطلع انهم شياطين متنكرين على شكل اصحابها. وبنرجع تاني لميرا وزوي حقيقيين وبنشوفهم هما بيجروا علشان يرجعوا للمسرح، والكاميرا بتاخدنا لرومي والاتنين الشياطين المتنكرين وهما بيهجموا على رومي. وفجأة واحدة منهم بتقرب من رومي وبتقول لها انها هي شيطانة وانها هتفضل شيطانة مهما عملت. ولما الشياطين بيشيلوا الجاكيت من عليها النقوش بتظهر، رومي بتتصدم جدا وبتصرخ بصوت عالي لدرجة ان الاضاءات بتتكسر من شدة الصوت. وساعتها الجمهور كله بيتفاجئ من اللي حصل، وميرا وزوي الحقيقيين بيتصدموا لما بيشوفوا رومي في الوضع ده وبيلاحظوا وجود النقوش الشياطين على جسمها، فبتستغرب وبتقول لهم انتوا مش كنتوا مع المسرح دلوقتي؟ وبتفهم اللي كانوا معاها شياطين. وميرا وزوي بيكونوا مصدومين وكمان خايفين منها وبيقولوا لها ازاي قدرتي تكذبي علينا طول الوقت ده. فبتتوتر رومي وبتحاول تشرح لهم ان النقوش بتاعتها كانت المفروض هتختفي وانها اتفقت مع جينو على كل حاجة علشان يساعدهم في صنع درع الهونومون الذهبي. لكن وقتها ميرا وزوي بيقولوا لها انهم خلاص ما بقاش يصدقوها بعد ما كدبت عليهم وخبت عنهم الحقيقة. فبتتعصب رومي وبتزعق وبتقول لهم انها كانت خايفة تقول لهم، وبسبب صوت رومي درع الهونيمون بيبدأ ينهار. وساعتها ميرا وزوي بيضطروا يطلعوا أسلحتهم علشان يهجموا على رومي. فبتحزن رومي وبتطلع تجري وهي بتعيط وبتدور على جينو في كل مكان، ولما بتلاقيه بتشوفه وهو واقف مع الشياطين المتنكرين. فبتقوله ازاي قدرت تعمل كده؟ انت خنت اتفقنا. فبيقول لها جينو ان كي هو السبب وبيعترف لها انه كذب عليها في كل حاجة قالها ليها. فبتنصدم رومي وبتقوله انها كانت واثقة فيه، ولكن وقتها جينو بيعرفها كل اللي قاله لها ده علشان تثق فيه مش اكتر. وساعتها رومي ما بتكونش مصدقاه وبتقوله ان انت جواك شخص طيب ومش شيطان. ولكن فجأة جينو بيتعصب وبيعترف لها انه كان بيكذب وانه خان عيلته وضحى بيهم، وان كل ده كان الاتفاق مع كيما علشان يخلصوا من حياته البائسة وتخليت عنهم. وساعتها رومي بتوقفه وبتحاول تقنعه ان ده مش حقيقي، وبتوضح له ان اكيد كي هو اللي كان مسيطر عليه. وفجأة درع الهونيمون بينهار مرة تانية، وبسبب كده جينو بيقول لها انها شيطانة زيه بالظبط وانها لازم تفضل عايشة وهي فاهمة حاجة زي دي، وبيختفي. وفي الوقت ده بنشوف ان فرقة ذا بويز هي اللي كسبت وان فرقة هاندريكس التقييم بتاعها نزل جدا. وميرا وزوي بيكونوا مصدومين جدا وبيمشوا، والكاميرا بتاخدنا وبنشوف رومي اللي بتروح غابة بعيدة وبتروح تتكلم مع سيلين، وبتقول لسيلين انها كانت فاكرة انها تقدر تنقذ العالم ولكنها للأسف ما قدرتش تعمل كده. وبتعرفها ان ميرا وزوي شافوا النقوش بتاعتها وعرفوا حقيقتها، وبتديها السيف بتاعها. وبتتصدم سيلين من اللي حصل، ولكنها بالرغم من كده بتقرب من رومي وبتعرفها ان بعد ما والدتك توفت اخدت قرار ان احمي بنتها مهما حصل، وبتقولها انها هتساعدها وهتصلح كل حاجة، وانها هتعرف ميرا وزوي كل ده بسبب كيما هو اللي عمل كده علشان يفرقهم عن بعض، وبتخبي النقوش. فبتتعصب رومي وبتقولها ان مش هتخبي اسرار تاني. وساعتها سيلين بتشرح لها انهم كانوا بيخبوا عيوبهم ومخاوفهم علشان يحموا درع الهونيمون. فبتتضايق رومي وبتقولها انها لو هو السبب في تدمير حياتي فهكون فرحانة لما اشوفه بيتدمر، وبتسيبها وبتختفي. وبنرجع تاني لكيما وبنشوفه وهو عامل حفلة كبيرة لساجا بويز، والجمهور كله
بيكون متحمس وكيما مسيطر عليه حتى على زوبي وميرا واللي بيكونوا حاضرين الحفلة. وقبل ما الحفلة ما تبدأ كيما بيقول لجينو هينفذ وعده وهيمسح له ذكرياته. وفي الوقت ده النمر بيقرب من جينو وبيديله الاسورة بتاعة رومي، فبيفتكر جينو الوقت اللي قضاه معاها. وفجأة فرقة ساجا بويز يطلعوا على المسرح وبيغنوا وبيرقصوا بشكل غريب. واثناء الحفلة بتيجي رومي فجأة وبتقاطع جينو اللي بيتصدم جدا لما بيشوفها وبتبدأ تغني. فكيما بيقولها انها مش هتقدر تنقذ العالم، وده لانها حتى ما قدرتش تنقذ نفسها، وان دلوقتي كل اللي حواليها عرفوا حقيقتها. حتى درع الهونيمون انهار بالكامل، لكن رومي ما بتستسلمش من اللي بيقوله وبتبدأ تغني بصوت عالي وهي بتحكي كل اسرارها. وفي الوقت ده ميرا وزوي بياخدوا بالهم منها وبيفوقوا من سيطرة كيما، وبتبدأ ارواحهم تنور وبيقربوا من رومي علشان يساعدوها. وفعلا هما الاتنين بينضموا ليها وبيبدأوا يغنوا معاها. فبيتعصب كيما لان الاغنية بدأت تأثر على قوته، والشياطين بتخرج من تحت الارض وبيهاجموهم، ورومي واصحابها بيقفوا قصادهم مع بعض بدأوا يهاجموهم. وبسبب الاغنية اللي هما بيغنوها الجمهور بيفوق من سيطرة كيما، كمان ارواحهم بتبدأ تنور، ورومي واصحابها بيقدروا يقضوا على كل الشياطين. ولما كيما بيشوف اللي حصل بيتعصب وبيبدأ يهاجم رومي اللي بتقدر تحمي نفسها بالدرع اللي معاها وبتقف قصاده بكل قوتها. وساعتها بيكون خلاص هيقضي عليه، ولكن فجأة هجوم كيما بيقف، وساعتها رومي بتكتشف ان جينو هو اللي عمل كده وبيفديها بنفسه علشان يحميها. ولما رومي بتشوف اللي حصل ده بتطلب منه يبعد، ولكن وقتها جينو بيرفض وبيعتذر ليها لانه خذلها وتخلى عنها وبيقول لها انها قدرت تغيره. وفجأة جينو بيموت وبيتلاشى، فبتتأثر رومي وبتعيط وبتحزن جدا على فراق جينو، وعلشان كده بتقرر تنتقم وبتبدأ تهاجم كيما بكل عنف. وبتفضل تغني هي واصحابها وكل الجمهور بينضموا ليهم وبيوحدوا ارواحهم وبيبدأوا يغنوا معاهم بصوت عالي. وبسبب اللي حصل ده الارواح بتتجمع على كيما وبتقضي عليه تماما. وفجأة درع الهونيمون الذهبي بيكتمل اخيرا وبينتشر في كل مكان، وساعتها الجمهور بيفرح ويتحمس جدا، ورومي واصحابها بيكونوا فرحانين لانهم قدروا ينقذوا العالم من الشياطين للابد، والحياة بترجع زي الاول. وبنشوف رومي واصحابها في الحمام العام وبيكونوا فرحانين جدا لان رومي بقت بتيجي معاهم، بقوا افضل فرقة كي بوب في العالم. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو الجديد.